ملخص الدوري المصري: مين احسن خط هجوم، مين احسن خط دفاع، مين اسوأ خط هجوم، مين اسوأ خط دفاع، مين هيطلع دوري ابطال افريقيا، مين هيطلع كونفدراليه، مين هيصعد، مين هيهبط. كل حاجه هتلاقيها في الفيديو ده. يلا بينا. الدوري المصري هذا الموسم اتسجل فيه 644 هدف في كام 630 مباراه. اولا زي ما بقول لك كده، يعني بمعدل هدف كل مباراه، وده بصراحة معدل سلبي جدا. ولكن النادي الأهلي برغم سوء الموسم وبرغم سوء المستوى برغم سوء حاجات كتير جدا عزيزي المشاهد، هو أكتر نادي سجل في الدوري المصري 44 هدف في هذا الموسم في 26 مباراة. واقوى خط دفاع، انت اكيد بنسبه مليون في الميه، انا كنت مفكر كده برضو انه غزل المحله، ولكن لا عزيزي المشاهد، اقوى خط دفاع في الدوري المصري هو نادي الزمالك اللي استقبل 17 هدف بس في الموسم كله. اما عن اسوأ خط دفاع واسوأ خط هجوم، انت هتسمع دلوقتي ارقام غريبه جدا. اسوأ خط دفاع عندنا في الدوري هو نادي كهرباء الاسماعيليه اللي استقبل 52 هدف في 32 مباراه، ارقام سيئه جدا، منهم 5 قدام الزمالك عزيزي المشاهد. اما عن اسوأ خط هجوم في الدوري المصري وبجدارة هو نادي فاركو اللي سجل 13 هدف بس هذا الموسم، 13 بس في 32 مباراة. الصاعدين لدوري ابطال افريقيا وللكونفدرالية، طبعا بطل الدوري نادي الزمالك ونادي بيراميدز عزيزي المشاهد، والنادي الاهلي ونادي زد. ايه والله، زي ما بقول لك كده، زي ما بقول لك مش كلامي عزيزي المشاهد، لكن في اخبار بتقول انه وصيف الكاس ليه الاحقيه اكتر من المركز الرابع انه يشارك في الكونفدراليه. اما عن الهابطين للدرجه الثانيه، فطبعا عندك وللاسف اول الهابطين هو نادي الاسماعيلي وحرس الحدود وفاركو ونادي كهرباء الاسماعيليه. اما عن الصاعدين فهو بترول اسيوط ونادي القناه وابو قرن الاسمده. للاسف القطب الثالث للكره المصريه ونادي جماهيري مهم جدا زي النادي الاسماعيلي للاسف مش هنشوفه تاني في الدوري، ولكن باذن الله نشوفه الموسم اللي بعد الجاي ويكسر الدنيا. وعزيزي المشاهد بصراحه كان في المفروض يعني ان الحلقه دي كان من ضمنها افضل الاهداف او افضل هدف من وجهه نظري في الدوري المصري، ولكن فعلا انا مش عارف اختار مين. في اهداف كتير جدا جامده، وفعلا في اهداف كتير جدا صعبه جدا انها تتجاب، ويعني اهداف جامده جدا. فقول لي انت رايك في الكومنتات، ايه هو افضل هدف في الدوري المصري؟ بس كده، سلام.